لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني 966 لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بمبست رزامن رب العالمين وهي وادان بأوي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لە دوانێ ڕابردوو لە خزمەتەوە پیرۆزەدا بووین کە ڕەب العالەمین باس لە مهاجرین و ئەنسار دەکات دەفەرمی ئەوانە براو دۆست و پاڵپشتی یەکترین تەنها ئەو ئیماندارانە نەبی کەوا ئیمانیان هێنا بەڵام هیجرەتیان نەکردێ ئەوانە ئەو دۆستایەتیەتان لەگەڵدا نەبی حتا وەکو هیجرەت دەکەن ئەوجا ئەو کاتە ئەوانیش دێنن ڕیزی ئەو دۆستایەتیە بەڵام ئەگەر لەو حاڵەتەش کەوان هێشتا هیجرەتیشیان نەکردبوو تەعەدایان لێکرا لەلایەنی دینەوە و داوای یارمەتیان لەنگۆ کرد پێویستە بەهانەیاندا بچن ئیلا مەگەر بەرامبەر قەومێک بوو لەگەڵ قەومێک بوو ئەو گرفتیان کەوا لەگەڵەنگۆ میثاق و عەهد و پەیمان هەبوو لەو حاڵەتەی ناکرێ لەبەر خاتری ئەوان عەهد و پەیمانیان عەهد و پەیمان لەگەڵان بشێنن لە کۆتایەتەکەش والله بما تعملون بصير. الله تعالى بینایە و ئاگادار بەوەی ئەنگۆ دەیکەن. لا محرر في التفسير دلي قيل معناها قترايا يرث بعضهم بعضا أولياء بعضهم أولياء بعض يرث بعضهم بعضا دون قراباتهم من المشركين. وات مهاجرين وأنصار كابون براي يكتري لا مدينة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو برايتي إعلان كلانوان هر مهاجري وأنصاريك يكتر بعضهم أولياء بعض دلي قترايا ليردا وات أولياء يكترن لميرات قرتن واتە خزمەکانیان کە هەر یەک لەوانە خزمی مشریکیە ئەوان میراتیان ناگرن بەڵام مهاجر و ئەنساریەکە میراتی یەکتری دەگرن. ئەوە لەسەر قەولێکەوە لەسەر قەولی ئەو عولەمانەی کە دەڵێن ئەو ئاتە مەنسوخە کە دواترێ ئاتی تر دادەبەزی بۆی کەوە میراتگر لە نەسەبە نەوەک لە ئەو ئوخوەتەی کەوە پێیان سەڵ سەلەم لە سەرەتای هیجرەتدا ئەعلانی کرد کەوە لە بۆ قۆناغێک بوو دواترێ ئەوە نەسەخ بووە و هەندێک لە زانانکە ئەوها لێک دەنەوە کەەوە ئەو ئاتە محکەمە و منسوخ نییە ئەدیمانای چیە بعضهم أولياء بعض واتە أولئك المهاجرين والأنصار بعضهم أنصار بعض وأعوان على من سواهم من المشركين. مهاجرين وأنصار ئەوانە پاڵپشت و پشتیوانی یەکترین یارمەتی یەکتر دەدەن پاڵپشتی یەکتر دەکەن لە دژی مشریکەکان کەواتە بەو شێوەی لێکدرایتەوەنەوەک مەسەلە ميراد قريبي أو لو حالتي طبعا وآتا محكمة. والذين آمنوا ولم يهاجروا وكلا تفسير قاسمي دله أي بأن أقاموا في بواديهم أوانك إيمانيا أنها بلام هجرتيا نكر بتايبتيش أوانك لمنطقي خوانو لدورو بري مكة ولبادية بون نهات الالتحاق يا بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم ما لكم من ولاة من شيء حتى يهاجروا أي إلى المدينة. لو حالتي أنقو أو دوستاتي لنيوان تاني أجرتي إيمان داريشن حتى هجرت نكن. زوكو دلي شمل نفي الموالاة عن الذين لم يهاجروا وقتئذ حرمانهم من المغانم والفيء. إتر كاتك وادة فرمي أنقو ولاياتيان لقلوانية أجر سي غنيمش كو تبردستان أو كساني كوا هجرتيان نكرديا أو أنا حقيا لغنيمش نية محروم لغنيمش
وكل تفسير سعديش دلي فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال. كواتوانا كاتك وانگو زور پیوستان بوی هبو کسانێک بين پاڵپشتان بکەن پێویستان بە مەدەدی باڵێن ریجال هەبوو بۆی کەوا دەبوا بێن هەمویان هیجرەت بکەن و سەوادی مسلمانان زیاد بکەن و پێویستان پێ هەبوون کاتێکەوان نەهاتن ئیتر ئەو عیلاقەیە و ئەو ویلایەتەیان بڕی لە خۆیان لەگەڵ ئیمانداران لە بەرەوەی ئەوان نەهاتن پشتوانین گۆ بکەن لەو کاتێکیان گۆ زۆر پێویستان پێ هەبوو. فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء کە هیجرەتیان نەکرد ئیتر ئەو دۆستایەتیان لەگەڵ ئیمانداران نەما. لا محرف التفسير والمؤمنون الذين لم يفارقوا بعد بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. بەڵام ئەو ئیماندارانەی كوا هشتا بلاد الكفر أو كوا إقامة أحكام كفر تذكر أوين دريان بزينه هشتا بين مدينة كوا بلاد الإسلام وأحكام إسلام تذكر بزي فلستم أيها المؤمنون مكلفين بحمايتهم ونصرتهم ولا إرث بينكم. يترانقوا إيمان دار برانبر أو مسلمانان كوا نهاتين هجرات بكن أنقوا مكلفنين كوا دفاع لوان بكنوا بسريان بيخن وهيج ميراث لنوان تان النبي وليس لهم في المغانم نصيب واربها لغنيمة شيز بشيشانيا حتى يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى أكو هجرتنا كان لدار الإسلام لبو دار لا دار الكفر لبو دار الإسلام. لخالج كهل محرض ما لكم من ولاية من شيء يوهم أنهم لما لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا. كاتك هذا فرمي أواني كوا هجرتي أن كده ما لكم من ولاية من شيء هيج ولاية لأنوان تاندانية طلع وتيدقى ومقابلة كتيدقى كما دام هجرتي أن كردية بمطلقي هيج ولاية لبينينجو لبين أوانما لو يخوي قلتاوكو أو وهما دفع بك يكسل باشا يدفرمي حتى يهاجروا حتى هجرتك يعني أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت كواتا أو إيمان داران هجرتيان نكردية ولاتان لبوان نية مگر هجرت بكن كاتب مطلقية ونية كوا هيج ولاتان لبوان نية لا مقيدة بوي حتى هجرت بكن كهجرتيان كر لو حالته ولو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت يترقر هجرت بكن أو ولايته أو دوستاته دقريته زيجير دبي. والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها ما بس تجلي رداتيا كوا براستي أواني كهجرتي أنك كذي خواهي يقول هاني أنددا كوا هجرت بكن لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول إن قطع المهاجرة إن قطع المهاجرة انقطعت ولايته بينه وبين المسلمين كاتك وهر مسلمانك جوي لو مريار خواهي يقول دبي كوا إيمان دار بلا ما دام هجرتنا كذي أولاد لقل إيمان داران قطع بوا ولو هاجر لحصلت تلك الولاية بلا ما هجرت بكيدي سنة ولايته دقريته فلا شك أن هذا يصور مرغوبا له في الهجرة. طبعا أو دبيت ما يوي كوازياتر هاني بدال بوي هجرت بكاتن. والمقصود من المهاجرة مقصوديش وبس سبلوي كوا مسلمانان هان بدري كوا هم هجرت بكن كثرة المسلمين واجتماعهم تاوكو مسلمانان جماليان زور بي وكوب بنوا ويارمتي يكتر بدن وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة تاوكو الفضل لنوانيان روبدا بهيستر بن برامبر بدوج منانيان فرتوازن بن لولا وإن استنصروكم في الدين وكل تفسير سعدي دلي أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم كواتب الله أو مسلماناني كوا مسلمان بلام هجرتي أن كرديا أنقو ولا تنبوانيا إلا ليك حالة نبي أجر داوايان لنقو كرب سريان بيخن بهانايان بتسن لبروان قتاليان لقل ذكري لبيناوي أوي كواوان مسلمانا فعليكم النصر لو حالتي أنقو بيست بهانايان بتسن أي إذا استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني كواتا أجر أو أعراباني بتايبتي أواني دشت شكامون كوا هجرتي أن كربوا ولا مسلمان بون ولا تنلبوا نبي إلا ما قال لحالتك كأوان شريان لقل كرا لبيناوي كأوان مسلمانا لو حالتي
فيجب عليكم أن تنصروهم على أعدائهم المشركين لأنهم إخوانكم في الدين. كوات هرسند هجرة الشان كري بلام ما دام شريان لقلب بكري لسروا كوان مسلمان وهانا لمن جو برديا فيشتبه هنا بس نبروان براين جونا لدجي مشرك كان فيشتا بسريان بيخن. وكل تفسير سعد وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. بلام قال لبا غير دين شريان لقل كراو شريان بيفروشرا أو أنجو بهانا الناس ما قال لسر دين أو شريان بيفروشه بهانا دسان. وكل محرر في التفسير وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر دلالة على أن المخلوق يجوز له أن يطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. كواتو وإن استنصروكم في الدين أو طبعا قول ابن عثيمين نقل كده ضل أجر أو بلغية لسر كوا إنساني مخلوق دتوا إنسان كمخلوقة دتوين داواي يارمتي لمخلوق يشي وخويبك لتشتق ما يقدر عليه من لو شتاني كوا لتواناي داهية دون ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا من سبحانه. بلام ناكري داواي شتق بكي كوا تنها لتواناي الله تعالى داهية أو كوا تنها لتواناي الله تعالى نابي له كسك داوكي بلام دكري داواي يارمتي لكسك كلتواناي دا يارمتيد بدا أو بلغي لسروي كوا زائزة بلام ديار حالي أفضل تاكتر أوي كوا وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل الناس شيئا حتى بيد بكري سؤال لكسمك بلام دشكري برسيار بكي لو اشتكوا لتواناي دا مقابلكت بيد بخشي بلام داوا كرني اشتكوا تنها وتنها لدس الله تعالى جائز نيو بل كلواني بكو تخاني الشركيش وكو كسك مثلا داواي شفاء داواي جيان داواي اشتك بكو تنها الاختصاص خواهي قوريا او طبعا دبت الشرك ولا غير الله تعالى داوابكي إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا مجر أو داوا كردني يارمتيا كداواتان لذكن يبهانا بتسن لقال قوم يقرفتيان هيك عهد بيمان لنوانتان داهية. وكل تفسير قاسم أي عهد ومهادنة إلى مدة فلا تعينوهم عليهم لألا تغفروا ذمتكم وتنقضوا عهدكم. كوات أجر أو مشكلة يوان أجر سيلاني دين وش محاربة كراية بلام لاني قوم كوا عهد بيمان لنوانتان داهية نبي أنقو عهد بيمانك بشين لبرخاتري أوان والله بما تعملون بصير. وتا الله تعالى بصير وبينا وآقادار لو إلى قاسم أي فلا تخالفوا أمره ما دام الله تعالى بينا وآقادار بكذا وكانت مخالفة مكان. وكل تفسير سعد الله يعلم ما أنتم عليه من الأحوال. وتا الله تعالى دزاني أنقو لسحالتك دان فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم كات خوي يقول آقادار نقويا دزاني تيل بونغو باشا وأساس الشريعة لو دنيري لا محكم دلي قيل هذه الآية محكمة طلع أو آتى مفسرين دلين أو آتى محكمة لبرو باس لميرادناك باسي لولاء دوستات عامدك وهندش لمفسرين دلين هي منسوخة لبرو لير أو لا تباز لميراد جديدة كاتن بس نسخ كراوة وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا لأولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسورة سورة الأحزاب آت الشجبة وآتى أو آتي أخير سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عيني بودو آتى دفرمي أو آتي كما لخدمة دين نسخ بوا أجر باز لباسي ميلاد قريبي أو دو آتى بريار دن كوا ميلاد قل نيوان نسب دبي نوق لنيوان مهاجرين وأنصار. لا تفسير قاسمي دلي يظهر أن هذه الآية كسوابقها مما نزل إثر واقعة بدر كواتو باقي آتا كانت كلا سورة أنفال داب زياد الباري لدواي واقعي بدر لدواي غزوة بدر وطلب من كل من آمن من البادين أن يهاجر إتر داوادك لهم أوانك وإيمانها بين هجرت بكن لبو مدينة ليكثر سواد المسلمين تاوكو مسلمانان جماريان زوربي ويظهر اجتماعهم تاوكو بديار بكوان يقدستن لقل يكن وإعانة بعضهم لبعض
تاوەکو ببنە پاڵپشتیەکتر و یارمەتیەک بدەن فتەقوا بئولفەتهم شەوکەتەهم بەو لەگەڵ یەکتر بوونە تەوان شەوکەت و قووەتیان بەرامبەر بە کافران زیاتر دەبی ولم يزل طلب الهجرة إلا بفتح مكة حتى أو كاتيك وفتح مكة كرا دبوا هر مسلمانك لهر تشندر إيماني هنا با التحاق ببيغمبر بك صلى الله عليه وسلم لمدينة لقل أوان بي حتى كنجن حتى أو كاتيك وفتح مكة كرا لو كاتا أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم كل حديث بخاري ذات لا هجرة بعد الفتح أو لا هجرة بعد فتح مكة هجرتنا ما لدوا فتح مكة لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشوك مكة فتح كرا يتر لهر چندر مسلمان بعد دينك يخو إقامة بك وكل واني رابج باس ماكر بلام أو درباري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل فتح مكة بلام لدواوي لهر جيقايك مسلمان نتواني إقامة دينك بك وشعائر كاني بديار بيخي ودروج مكاني بأشكرا أنزام بدا پێویستە واجبە لەسەری بگەڕێ لە دوای منتیقەیەک کەوا لەوێن دەرێ بتوانیتن دروشمەکانی ئاینی خۆی جێبەجێ بکاتن ئەگەر نا گوناحبار دەبی کە جێگا هەبی و ئەو لە جێگای خۆی بمینێتەوە هیجرەت نەکە وەکو لە ئاتەکانی سوورەتی النساش زیاتر تەفسیلی پێدایە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون